السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد، ومرحبا بكم ايضا على القناة. اليوم ان شاء الله غنقدم معكم حلوة ديال التمر اللي غنية عن التعريف، بواحد العجينة كتجي رائعة، وفعلا الا جربتيها كتذوب في الفم، تستحق التجربة. غنخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. تعرفوا على المقادير، غادي نحتاجو 150 غرام ديال زبدة العبار تكون رطبة على حرارة المطبخ، الروح الناطا اولا نكهة البسكوي غنحتاجو منها راس المعلقه صغيره، بيضه وحده، 50 غرام ديال كوك مطحون ومنين مزيان حتى كيولي غبره، وغادي نحتاجو 100 غرام سكر كلاصي، وغادي نحتاجو دقيق حسب الخليط. دقيق خاصو يكون خاص بالحلويات باش تطلع لنا الحلوه زوينه. وبالنسبه للمقادير ديال الحشوه، غنحتاجو فيها 250 غرام ديال معجون التمر، وغادي نحتاجو معلقه صغيره ديال القرفه مطحونه مع شويه القرنفل، وغادي نحتاجو تقريبا 25 غرام ديال الزنجنان مطحون، وغادي نحتاجو معلقه كبيره ديال المزهر، وغادي نحتاجو معلقه كبيره ديال الزبده. هنا غنبداو بالعجينه هي الاولى. وضعت 150 غرام ديال زبده العبار تكون كيف ما قلت على حراره المطبخ، وضعت عليه 100 غرام ديال السكر كلاصي. غادي نخدمهم مزيان كيف ما غتشوفوا. كيف ما شفتوا، من بعد ما خدمت الزبده مع السكر كلاصي وكنتحصلوا على هاد النتيجه هادي، دابا ضفت عليها 50 غرام ديال الكوك مطحون ومنين مزيان كيف ما قلت، ودابا غادي نضيفوا عليها بيضه، وغادي نجمعوا هاد الخليط مزيان، وغنضيفوا روح الناطا اولا نكهه البسكويت تقريبا راس ديال معلقه صغيره. هادي كتعطي واحد المذاق زوين في هاد الحلوه. صافي دابا غادي نخدموا هاد العناصر مزيان، من بعد نضيفوا الدقيق على حسب الخليط. من بعد ما خدمت المكونات مزيان وتخلطوا مع بعضهم، دابا غادي نبدا نضيف الدقيق تدريجيا بشويه بشويه حتى كتجمع لينا العجينه. كيف ما شفتوا كنبقى نزيد بشويه بشويه الدقيق حتى نتحصلوا على العجينه تكون رطبه. صافي غنبقى بهذه الطريقه هذه حتى غتجمع لي العجينه. كيف ما شفتوا العجينه ها هي تجمعات،
القوام ديالها خاصو يكون على هذا الشكل هذا، تكون رطبه. صافي دابا غادي ندوزو نوجدو الحشوه. كنمشيو هنا وضعت رابعه ديال معجون التمر ومعلقه كبيره ديال الزبده رطبه، وتقريبا 25 غرام ديال الزنجلان مطحون، ومعلقه صغيره ديال قرفه ما بين القرفه والقرنفل مطحونين، وضفت الماء الزهر اللي غيجمع لي هذا الخليط تقريبا معلقه كبيره. ودابا غادي نخلط هاد المكونات مزيان مع بعضهم كيف ما شفتوا. من بعد ما غتتجمع ليا العجينه غادي نشكلهم على شكل كويرات. هنا غادي ناخذوا العجينه نبداو نشكلوهم على شكل كويرات بهذه الطريقه هذه كيف ما شفتوا. وغنوضع عليها كويره ديال الحشوه. ودابا غادي نبداو نجمعوا في العجينه بهذه الطريقه هذه، ونحاولوا العجينه ديال التمر ما تخرجش نينه. صافي نبقاو ندوروا بهذه الطريقه هذه حتى كتجمع لينا العجينه. صافي كنتحصلوا على هذا الشكل هذا. وبالنسبه للطابع اللي غنطبعوا بها الحلوى، انا خديت هذا الشكل هذا. ضروري ندوزوه في الدقيق، نرشوا عليه الدقيق باش العجينه ديالنا ما تلصقش فيه ويخرج لينا الشكل ديال الطابع مقاد. ضروري من هذه المرحله. صافي دابا غادي نشكلوا العجينه كيف ما شفتوا، ها هو الطابع خرج مقاد. نعاود معكم واحده اخرى بنفس الطريقه ديال الاولى. كنحاول نجمع العجينه، ما نخليش العجينه ديال التمر تخرج على برا. صافي هنا الطابع راني درته على في الدقيق، رشيت عليه الدقيق، وكنحاول نوضع العجينه الوسط وصافي وكنطبعو. هذا هو الشكل ديالو، كتجي على هذا الشكل هذا. صافي من بعد ما كملت العجينه اللي عندي، دابا خديت كوردون وكنتقف فيها باش العجينه ما تنفخش. ملي تبدا طيب ما تنفخش لينا الحلوى. هاد المرحله هذه ضروري منها باش الحلوى تخرج مقاده ما تجيش منفوخه. صافي غنبقاو بهاد الطريقه هذه، ومن بعد غادي ندخلها للفران هو سخون. والا ما كنتوش مزروبين خليوه واحد المده حيت هي قد ما بقات قد الشكل ديال الطابع كيخرج مقاد، كيخرج واضح. الحلوى ديالنا ها هي طابت كيف ما شفتوا، كتجي على هذا الشكل هذا، ما كنحمروهاش بزاف. وهنا عندي سكر كلاصي سبيسيال. دابا غادي نبدا نوضع فيها الحلوى. صافي كنحاولوا نفندوها مزيان في السكر كلاصي بهذه الطريقه. ها هو الشكل ديالها النهائي هو هذا. صافي غنبقاو بهذه الطريقه حتى غنكملوا الحلوى اللي عندنا كامله، ومن بعد غتشوفوا الشكل النهائي ديالها. الحلوى التمر ديالتنا هي وجدات. هذا هو الشكل النهائي ديالها كيف ما شفتوا. كتجي لذيذه بزاف وكتجي رطبه بزاف. نتمنى هاد الوصفه تنال اعجابكم، والى اللقاء الوصفه جديده ان شاء الله.